أغلب الناس يعملون في مجال لا يحبونه. كل واحد من المشاهدين ينظر إلى حياته. ما فيش غصب في التعليم عامة يعني. إذا كنت تحب مهنتك فلن تضطر إلى العمل بقية حياتك. اكتبوا أعزائي معادلة التميز. هذه المعادلة هي خلاصة كتب تطوير الذات. أنا قرأت يعني بفضل من الله عشرات من كتب تطوير الذات، كلها يحوم حول هذه المعادلة. هدف واضح زائد قلب يحب هذا الهدف زائد مهارات لتحقيق الهدف يساوي تميز. كل واحد من المشاهدين ينظر إلى حياته. أي واحد من الثلاثة، هدف ولا قلب ولا مهارات، ناقص في حياتك، فاعمل عليه من أجل حياة متميزة. شوفوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم فهم هذه المعادلة. الأمثلة كثيرة، أضرب مثل واحد. انظروا إلى إسلام خالد بن الوليد. خالد بن الوليد حتى قبل الإسلام بماذا تميز؟ خالد كان معروف أنه قائد في الجيوش وفي الحرب، وحتى هو الذي هزم المسلمين في غزوة أحد، إذا اعتبرنا الغزوة انتهت بهزيمتهم. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه خالد بن الوليد ليسلم؟ شهر بعد إسلام خالد أصبح هو قائد على جيوش فيها عمر بن الخطاب وفيها أبو بكر وفيها كثير من الصحابة الذين سبقوا خالد في الإسلام. لماذا؟ لأن الرسول يعرف كيف يحط كل صحابي في المجال الذي يتميز فيه. ما جاء لخالد بن الوليد قال له شوف قبل ما تدخل للجهاد نبغى نحفظك القرآن، نبغى نعلمك تجويد، نبغاك تتقن اللغة. ما فعل ذلك. يقال أن خالد بن الوليد كان يخطئ في قصار السور. لماذا؟ رجل عنده فوكس، عنده هدف واضح وهو الجهاد والحرب، والرسول عليه الصلاة والسلام بذكائه وبحكمته استثمر هذا التميز في هذا المجال، فرأينا سيف الله المسلول. توضيح هام: ليس من حق الآباء أن يغصبوا أبنائهم على تخصصات هم لا يريدونها. صراحة أنا ما اخترتوش، يعني هم اللي اختاروه لي، يعني ماما هي اللي اختارت العلاج الطبيعي، أنا ما كنتش عايزة علاج طبيعي أساسا. أخوي هو اللي دخلني الكلية، كان في ضغط من أهلي. وليس من بر الآباء في شيء إنه نسمع كلام أهلنا في التخصص حتى لو إحنا ما نبغى هذا التخصص. نفرق بين طاعة الوالدين وبين بر الوالدين. بر الوالد مو معناه أنه يتحكم في حياتك. ومن أعظم الجرائم اللي ممكن يفعلها الأهل في حق الأولاد أنه يغصبوهم أنه يدخلوا تخصصات هم لا يحبونها. هذا يقتل الإبداع والتميز في الأولاد، وبالتالي يقتل الإبداع والتميز في المجتمع. الأهل طبعا يستطيعوا أن ينصحوا، يستطيعوا أن يوجهوا، ولكن الخيار النهائي هو للأولاد. واقتراحي ونصيحتي وأملي: لا تدخلوا تخصص إلا وأنتم تحبوه حتى تتميزوا فيه. لا يوجد عمر لتغيير التخصص، سواء كنت في العشرينات ولا في الثلاثينات ولا في الأربعينات. إذا اكتشفت أنه أنت في المجال الغلط، إذا اكتشفت أنه مجالك أنت ما أنت مبسوط في شغلك، غير. هناك أمثلة كثيرة جدا لهذا الأمر. أضرب مثل واحد، مستر ساندرز، واحد عندما تقاعد في الستينات غير مجاله وافتتح واحدة من أكبر سلسلات المطاعم في العالم. نراها كل يوم في الشوارع وفي كل المدن، ونرى صورته على هذا المطعم وهو عمره 60 سنة. كل ما تشوفوا هذا المطعم تذكروا: لا يوجد عمر لتغيير التخصص، والتميز لا يعرف سن. أنا دخلت في هندسة البترول، واكتشفت فيما بعد رغم أني كنت ناجح في هندسة البترول، لكني اكتشفت أني لا أعشق هذا المجال. أنا منتج لكني غير مبدع. فهناك زر في راسي اسمه ديليت، دست عليه وألغيت هذا المجال
وانتقلت إلى ما أحب وما أعشق، واليوم أنا لا أعمل إلا فيما أحب. عندها يبدأ الإنتاج، يبدأ العطاء. دوسوا زر الديليت وانطلقوا نحو ما تحبون وما تعشق. دوسوا زر الديليت وانطلقوا نحو ما تحبون. مثل صيني جميل يقول: إذا كنت تحب مهنتك فلن تضطر إلى العمل بقية حياتك. يعني إذا أنت المجال اللي أنت فيه تعشقه وقلبك مبسوط فيه، ما حتضطر تشتغل، حيصبح شغلك عبارة عن متعة. قصة طريفة: رجل يعني شاف صاحبه في الشارع قاعد يدور على شيء في شارع مظلم، فذهب الشخص قال له: بتدور على إيش؟ فقال له: بدور على مفاتيحي. فقعدوا يدوروا مع بعض على المفاتيح، دوروا ما لقوا المفاتيح. فقال له: أنت فين نسيت المفاتيح؟ فقال له: أنا نسيتها هناك. فقال له: طب ليه بندور عليه هنا؟ قال له: لأنه هناك ظلمة، هنا في نور. بعض الناس بيدخل تخصص لمجرد أنه الأسهل، لمجرد أنه في نور، وقد يكون مفتاح تميزك ومفتاح إبداعك في مكان شوية ظلمة، يعني مكان يحتاج شوية جهد منك، ولكن إذا بذلت هذا الجهد فيكون هذا طريق إلى التميز. فأعزائي أرجوكم لا تختاروا تخصص لمجرد أنه الأسهل، اختاروا التخصص على أساس المهارات اللي عندك وعلى أساس حبك لهذا التخصص. تخصصنا فيزيورياضيات، وكان الهدف انه نمشي مع اصحاب. قالوا فيزيورياضيات، قلنا فيزيورياضيات. تخرجنا في سنتين ونص، دخلنا على الهندسه بعدها بسنتين، خدونا على بريطانيا على اساس نتدرب في الشغل. وقتنا ما كنت في بريطانيا شفت في لندن بوتيكس البصريات والنظارات، وكان عندنا احنا محل واحد قديم في الحراء. فقلت اللي بنسويه في جده يعني لا يموت بالنظارات بصرية. فقلت ان شاء الله اول ما ارجع جده لازم اعمل بوتيك بصرية. ايش هو بالضبط ما اعرف، بس ابغى اسوي بوتيك بصرية. لو ارجع للزمن ورا كان المفروض اتخصص اداره واقتصاد، وما كانت ساعدتني كثير في البزنس. في الاخير انه نصيحه للتخصصات هي قانون الدبل ال، وهو love it or leave it. love it or leave it. يا تحب الشيء يا تتركه. نختم بسؤال أرجو من المشاهدين كل واحد منكم يجلس ساعة صفا كده مع نفسه ويسأل نفسه: لماذا خلقت؟ ولا أتكلم عن الإجابة العامة أنه كلنا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت بالذات دونا عن غيرك من البشر لماذا خلقت؟ ضربنا مثل بخالد بن الوليد، واضح أنه خلق للجهاد وللمعارك. عبد الرحمن بن عوف خلق للتجارة وللبذل. أبو هريرة خلق لرواية الأحاديث. بيل جيتس خلق يعني إعادة هيكلة العالم في السوفت وير وفي البرامج. أنت بالذات لماذا خلقت على هذه الأرض؟ أنت بالذات لماذا خلقت على هذه الأرض؟ إذا اكتشفت هذا الأمر تتغير حياتك 180 درجة. إذا هذه اللمبة كده ولعت فهذا أول طريق نحو السعادة وأول طريق نحو التميز. صلوا على خير الأنام.